여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? مرحبا. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا كتير منيح انتم تشوفوا فيديو اليوم. بفيديو اليوم حيكون روتين رمضاني وهيك مثل ما قرأت بالعنوان. هلأ وقت السحور واليوم يوم 15 من رمضان، فهلأ خلونا نغير على اللوح ونكتب تاريخ اليوم. هلأ وقت السحور، فراح أخذكم معي نحضر السحور مع بعض. اكتبوا لي بالتعليقات شو هي وجبتكم للسحور ببلدكم، شو بتتسحروا بالعادة. احنا بالجزائر الوجبة المشهورة بالسحور هي الكسكس. كسكس بالعنب الجاف. فاليوم بالعادة يعني الماما هي اللي بتجهزه، لكن اليوم قررت اني اجهزه واصور لكم. مثل ما بتعرفوا الكسكس بينطبخ على البخار، فجهزته تركت ماما جهزته بالأخير. هلأ هالوجبة للسحور هي لأهلي. أنا بالعادة ما بتسحر، يعني ما بحب يعني أتسحر وجبات ثقيلة أو خفيفة أو هيك، فبكتفي بس بتمر والماء. هذه هي وجبتي المعتادة طوال رمضان. انتو شو بتتسحروا؟ 여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? صباح الخير. صراحة هذا أول رمضان أسهر فيه لوقت طويل بالليل. بالعادة ما بسهر كتير وأفيق يعني الصبح بكير، فهذا رمضان انقلبت الموازين شوي لأني سهرت كتير لوقت طويل بالليل، فأستيقظ متأخرة. أحيانا الصبح ما بيكون عندي أشياء كتير أعملها، يعني إذا كان عندي أغراض لازم أطلع أشتريها. أحيانا أطلع الصبح أشتري هيك أشياء ناقصتني بالبيت. إذا ما كان عندي طلعة بضل بالبيت. ومثل ما بتعرفوا الشخص صباحا بيكون بكامل طاقته بكامل تركيزه، فبحاول أني أستغل هذا الوقت في أني أدرس. مثل ما بتعرفوا حاليا أدرس اللغة الكورية، فبحاول أني أستدرك ما فاتني واستدرك يلي عم بتعلمه. هذا ما أفعله صباحا. والآن مرحبا بكم في المطبخ. مثل ما عم بتشوفوا أنا دائما طبق التحلية برمضان هو دوري، يعني أنا اللي بعمله، وعلى حسب مكونات اللي عم بتشوفوا مبينة تحلية اليوم شو حتكون. اليوم قررت أعمل تيراميسو. والآن لننتقل إلى الأطباق الرئيسية. مثل ما عم بتشوفوا إحنا بالجزائر أول طبق رئيسي بيكون شوربة بسميها شوربة الفريك. بتتكون من هذا المكون اللي هو الفريك. أظن البعض بيعرفوا مثل سوريا وهيك. بنعمله شوربة بيكون هو الطبق الأول الرئيسي. إحنا بالبيت برضو بنعمل طبق تاني بيكون شوربة الخضار، وبعدين بتصير شوربة بالخضار. رح تشوفوا شكلها نهائي بعدين. صراحة اليوم مو أنا اللي طبخت، ماما كانت عم تطبخ وأنا اجيت لصور لكم الأجواء في المطبخ. وحتى ما تقولوا سومي ما ساعدت اليوم بإشي بتجهيز الإفطار، هيني هون عم بعمل عجين لأعمل نوع من المملحات. احنا بنسميه سوفلي، بيكون مثل الخبز على شكل هلال، وبتحطوا له حشو شو ما بدكم، وطبعا راح يطلع بجنن لأني أنا عملته.
في عنا هاد فرجيتكم اياها بلايف سابقا، اللي هي حلوى مشهورة بالجزائر خصوصا برمضان، اسمها قلب اللوز الكنافة. وهذا احنا عندنا بنسميه فلان، ولكن عندكم اظن بتعرفوه بالكريم كراميل. اول طبقة كانت بالفانيلا وثاني طبقة كانت بالشوكولا. بعده هي برضو من الحلويات التقليدية. يلا اعملي فوكس، اعملي فوكس هان. المهم هي من الحلويات التقليدية بالجزائر، بنسميها المقروض او المقروض على حسب كل منطقة شو بيسموه. ولكن واحدة منه بيجي كتير صغير، بيجي هيك فوكس، ومن جوا محشي بالتمر. لأنه هيك صغير فبنسميه مقيرض يعني كتصغير. وآخر اشي يعني مين ما بيعرفهم، هذا عشقي الأبدي، عشقي المعشوق الأبدي لي ماكارون. بالعادة بهالوقت بكون عم بعمل لايف بعد الفطور، بس أحيانا ما بقدر يعني أعمل لايف على حسب اليوم، إذا إجونا ضيوف، إذا كنت تعبانة فما بعمل. وصراحة آسفة لأنه كتير قصرت، ما عملت كتير لايفات خصوصا بالوقت اللي فات، لأنه والله دايما تخيلوا لما بخطط أقول اليوم رح أعمل لايف بيجي ظرف طارئ بخرب لي كل المخطط تبعي، فكتير آسفة. شو سميتها؟ وهيك بتكون سهرة بعد الفطور جاهزة. أنا صراحة ما بحب القهوة، ما بشربها، يعني جهزت بس ما بشرب قهوة أبدا القهوة. فمين مثلي ما بيحب القهوة؟ صراحة أهلي دايما بيستغربوا، هم القهوة عندهم شيء أساسي خصوصا برمضان بعد الإفطار، فأنا ما بحبها. كوبي أنشوا هي مين مثلي؟ بالمناسبة يا أصدقاء، يعني إذا شفتوني حطيت كل هالأشياء فما تظنوا أني رح أكلهم كلهم وأصلا يعني أنا كلي حلا، فما بالكم باكل حلا. اليوم 15 برمضان. واليوم بما أنه عندي وقت بالليل فحبيت أتابع فيلم. صراحة برمضان مو بالعادي لا أتابع لا أفلام ولا مسلسلات، ولكن شفت مراجعات حلوة عنه فحبيت أتابع. فيلمنا اليوم من الأنمي وكان اسمه When Marnie Was There.